مصدر من الاهلي يفجرها: الاهلي يستقر لتقديم شكوى لاتحاد الكوره والرابطه ضد الزمالك وجماهيره، ويستفسر عن تقرير مراقب مباراه سيراميكا والزمالك تعرف على ما حدث. أكد مصدر من داخل النادي الأهلي على أن الإدارة ستقدم شكوى ضد الزمالك وجماهيره على خلفية الهتافات التي وجهتها الجماهير ضد زيزو في لقاء سيراميكا كليوباترا بالأمس، وأن إدارة النادي الأهلي سوف تتحرك لحماية اللاعب من التجاوزات التي تعرض لها لمنع تكرارها، حيث قرر مسؤول الأهلي رفع شكوى رسمية لاتحاد الكورة ورابطة الأندية، حيث تم اعتبار أن ما حدث من الجماهير هو خروج عن النص وإساءة مباشرة للاعب والأسرة اللاعب، وأن النادي الأهلي حاليا سيستفسر كمان من الرابطة واتحاد الكورة عن تقرير مراقب المباراة، وهل تم ذكر هذه المخالفات والهتافات من جمهور نادي الزمالك تجاه زيزو ولا لا، لأن المراقب لو لم يذكر هذه الهتافات سيكون هناك رد فعل ناري من النادي الأهلي تجاه هذا المراقب، لأنه معنى كده أن خلاص المراقبين بيتعينوا علشان يحموا نادي الزمالك وجماهيره، فالنادي الأهلي مش هيسكت، والنادي الأهلي هيكون بيراقب الموضوع ده بكل تفاصيله، من أول تقرير المراقب والحكم وكل حاجة حصلت في الماتش لحد قرارات اتحاد الكورة والرابطة والتحقيق في كل حاجة.